فيلم هاي تشيكي. تبدأ قصة الفيلم ويا الأستاذة ناينا وهي تكون مصابة بمتلازمة توريت اللي هو عبارة عن اضطراب نفسي وحركات لا إرادية، وهي تروح على مقابلة عمل بأحد المدارس. فلما اللجنة تشوف حركاتها اللا إرادية يقولوا لها إنه بحالتك هاي الطلاب راح يتنمرون عليك، وبهيجي حالة ما راح تقدرين تسيطرين عليهم، وهم انطوها السي في مالتها وقالوا لها احنا راح نتصل بيش بعدين. فواحد من أعضاء اللجنة استوقفها وقال لها إنه الأفضل تتركين مجال التدريس وتشوفين وظيفة أخرى. فهي قالت له انه انتم ما سمعين عن هاي الحاله سابقا؟ فهم قالوا لها لا، وبهاي الاثناء هي ترد عليهم وتقول لهم اللي يعلم المدراء قادر على انه يعلم طلاب. فهي تتركهم وتكمل طريقها، لكن هي ما يأست رغم الكلام اللي صار واستمرت تدور على وظيفه، وهي كانت تدرك انه مو بسهوله راح تلقى هاي الوظيفه بسبب حركاتها اللا اراديه. وهي كذلك تتذكر طفولتها وايامها بالمدرسه وشلون كانت وحيده وكل الطلاب يتنمرون عليها بسبب مرضها، لذلك هي انطردت من هوايه مدارس لهذا السبب. وايضا ابوها كان يخجل من مرضها لما تطلع وياه، وكان دائما على خلاف ويا امها لانه يريد يخليها بمدرسه خاصه للمرضى، لكن هي كانت رافضه وتقول انه بنتي ما بيها شيء ولازم تعيش حياتها طبيعي. وهنا الام قالت له انه تتذكر سبب انفصالنا؟ يعني انت حاب تعيده؟ فناينا لما سمعت بهذا الكلام دخلت للحمام وخلت كلينكس هوايه بحلقها، وكانت تحاول انه تسيطر على حركاتها، لكن كل هذا بات بلا جدوى. وبعدها نشوفها هي واهلها مجتمعين على الغداء، وابوها يقول لها انه انا لقيت لك وظيفه بمصرف صديقي، وهي تقول له انه انا مستمره بالبحث عن وظيفه تدريس. وابوها يسخر منها ويقول لها انه انت صار لك 5 سنوات تبحثين لكن كل بحثك بلا فائده، او مستحيل انه تلقين وظيفه تدريس بيوم. فهي حاولت انه ما تهتم ودخلت للمطبخ تعجن، وامها دخلت بعدها وقالت لها لا تضوجين، هو هذا طبع ابوك من زمان. فابوها راح للمطبخ على مود يواسيها ويقول لها انه انا مو قصدي وحكيتي هيجي، لكن هي جاها اتصال، ولما جاوبت هي فرحت هوايه لان اتصلوا عليها من احد المدارس اللي هي قدمت عليهم، وقالوا لها انه اكو فرصه لقبولك وانت لازم تجين للمقابله. فهي فرحت كلش هوايه، وبعدها نشوفها وهي رايحه للمدرسه فتحضر المقابله، والمدير قال لها انت ليش مصره على التدريس رغم انه انت انطردتي من 18 مدرسه؟ فهي جاوبته وقالت له انه انا بين هاي ال 18 مدرسه 12 وحده انطردت واني طالبه، وهذا الشيء يعود بسبب متلازمه التوريت اللي انا مصابه بيها. فقالت له انه قبل 22 سنه السيد خان علمني درس مستحيل انساه، وهو دعاني على المسرح وطلب مني انه اوقف اصدار هذا الصوت والحركه، لكن انا قلت له انه هذا الشيء لا ارادي وهاي حاله عصبيه ما اقدر اسيطر عليها. فهو قال لها شنو يقولوا لك التلاميذ؟ وهي قالت له انه هم يضحكون علي ويزعجوني، او قالت له انه الاساتذه يطردوني من الصف. فهو قال لها شلون اقدر اساعدك؟ فهي طلبت منه انه يعاملها مثل باقي الطلاب فقط، فهو وعدها بهذا الشيء. او بعد ما قبلوها بالوظيفه الاستاذ اخذها للصف اللي هي راح تدرسه، او قال لها انه انت لازم تنتبهين عليهم لان كل الاساتذه اللي درسوا بهذا الصف تركوهم بسبب مشاغبتهم، وهم ما يقدرون يدرسوهم وهم اسوأ صف بالمدرسه، وانت لازم تثبتين نفسك وتقدرين تسيطرين عليهم. فهي قالت له انت لا تقلق وانا راح اكون قد المسؤوليه. وهنا نشوفها وهي داخله للصف وتعرفهم على نفسها، او بدات تتعرف عليهم، لكن هم يبقون يتنمرون عليها ويقلدون حركاتها. او بعد ما عرفتهم على نفسها رادت تقعد على الكرسي، لكن هو كان مكسور ووقعت بالارض وبداوا يضحكون عليها، بس هي ما استسلمت واصرت انه تتحدى نفسها وتستمر. او باليوم اللي بعده هي تروح من وقت للمدرسه، وهناك تلقى رجل وهو يكون الحارس. فسالته عن هذا الصف، فهو قال لها انه بهذا الملعب كان اكو مدرسه اسمها البلديه والطلاب كانت تدرس بيها، لحد ما بيوم من الايام نعرف انه هاي الارض اللي مبنيه بيها المدرسه هي مستاجره من الحكومه، وانه مدرستنا قررت تساعد هاي الطلاب بحق التعليم، فقررت انه تضم هاي الطلاب اللي بهاي المدرسه الى مدرستنا. وكان اخر صف هو الصف اللي انت جاي تدرسيه، وهم كانوا طلاب لطيفين، لكن الطلاب بمدرستنا والاساتذه ما تقبلوهم ورفضوا انه يساعدوهم، فهم ثاروا وصاروا مشاغبين وردوا انه يثبتون نفسهم بهاي المدرسه، لكن بطريقه مو حلوه ابدا، واللي هي التنمر والعنف بعد اللي شافوه من الطلاب والاساتذه اللي موجودين بهاي المدرسه. وانت حاليا الاستاذه رقم 8 خلال 7 اشهر فقط. وبعدها هم حاولوا يبعدون الاستاذه ناينا من عندهم ويخلوها تتركهم، وصاروا يسوون دخان بالصف، او مره من المرات بداوا يطبعون وينشرون صورتها ورقمها بكل الشوارع على انه هي بنية سيئه، وهذا الشيء سبب لها اذيه نفسيه، لكن اهلها كانوا يحاولون انه يحفزوها وانه هي راح تقدر تغير الطلاب. او باليوم اللي بعده وهي واصله للصف تشوف اناء بكرات ملونه، ولما هي تتقرب منه هو ينفجر عليها، او حتى الزجاج مالت الشبابيك يتكسر، والمدرسه كلها تسمع الصوت. فالمدير قرر انه يفصلهم فصل نهائي، لكن الاستاذه ناينا توقف بوجه المدير وتدافع عنهم وتقول له انه انا كنت اسوي تجربه كيميائيه وتسببت بهذا الانفجار، لكن هو رفض وقال لها لا تدافعين عنهم لانه راح يرجعون ويسوون اكثر من هذا الشيء. بس
بس هي اصرت على موقفها، فالمدير تركهم يروحون، وهو حكى ويا ناينا وقال لها انه كل اللي تسويه لهم بلا جدوى، فهي طلبت فرصة حتى تثبت على مود تغيرهم وتخليهم متفوقين، وهو قال لها عندك 4 أشهر فقط حتى تثبتين هذا الشيء، وهي بالفعل فرحت هواية، وبعدها رجعت للصف وانتظرت الطلاب، ولما دخلوا هي زعجتهم بصوت الطباشير على السبورة، وقالت لهم انه انتم جاي تزعجون بنفس الطريقة، وانه انتم لازم تتغيرون للافضل، وانه انا دافعت عنكم اليوم رغم اذيتكم الي، وباقي قدامكم 4 أشهر فقط، فرحوا اهلكم بيكم، وباكر انا راح اكون هنا ب9 الصبح، او ب9 و10 اذا انتم ما كنتم موجودين راح اقدم استقالتي، لكن اذا اجيتوا راح تكون بداية جديدة انه، او باليوم الثاني هي اجتي على الوقت المحدد، او بقت تنتظر بهم الوقت طويل لكن بلا جدوى، لحد ما هي قررت انه تترك الصف وتقدم استقالتها، لكن الصدمة انه الطلاب كلهم يجوي، وهي فرحت هواية وقالت لهم راح تكون بداية حلوة كلش راح تتفوقون، وهنا نشوفها وهي اخذت الطلاب للساحة حتى تغير عليهم جو الصف، وبعدها كان اكو اجتماع اولياء الامور، وناينا جهزت الصف حتى تستقبل اهاليهم، لكن الصدمة كل الصفوف الباقية اجوا اولياء امورهم الا طلابها ما حد حضر، فهي حزنت كلش هواية وخلص وقت الدوام، فطلعت من الصف وهي حزينة، وهي قابلت الاستاذ وادي، وهو استاذ الصف المنافس إلها، وهو اللي رفض وجود الطلاب سابقا، فهو سخر من ناينا وقال لها انه بعد تدريسك لهم بساحة المدرسة روحي درسيهم ببيوتهم، فناينا تفرح بكلامه وتقول له خوش فكرة، وانا راح اروح واشوفهم بمنازلهم، وهو يتضايق من تصرفها، فهي تتركه وتروح للحي اللي بيه الطلاب، وبدت تزور عوائلهم واحد واحد، وهي انصدمت من واقع حياتهم اللي هم عايشين، وان هم بمنطقة شبه معدومة بلا ماء للشرب او خدمات اخرى، فعوائلهم يفرحون كلش بالاستاذة ناينا، ويقولوا لها انه امنا باولادنا انه يتفوقون بدراستهم على مود هم ينقذون من الوضع المزري اللي احنا عايشين بيه، فهي توعدهم انه اولادهم راح يكونون من المتفوقين، وباليوم اللي بعده هي تجتمع بالطلاب باحد القاعات وتحكي لهم عن المستقبل، لكن هم يرفضون هذا الشيء ويقولوا لها انه ما راح يتغير شيء بالدراسة، وانه احنا مو شاطرين باي مادة، لكن هي ترفض هذا الكلام وتقول لهم انه كل واحد بيكم عنده مادة يحبها او عنده موهبة متعلق بيها، فهي تبدا تستغل مواهبهم للدراسة، وهم يقتنعون بكلامها، وبعدها هي تطلب من كل واحد بيهم ان يطلع ورقة وقلم ويكتبون بهم مخاوفهم والاشياء اللي يكرهوها والاشياء اللي يحبوها، وكذلك هي سوت نفس الشيء، وبعدها سوت هاي الورقة على شكل صاروخ، فطلبت منهم ان يسوون نفس الشيء، وبعدها تاخذهم وتصعد سطح المدرسة ويطيرون هاي الصواريخ اللي كتبوا بها مخاوفهم، وتقول لهم انه انتم ما لازم تخافون من شيء، فهم هنا بدأوا يحبون الدراسة ويلتفتون الها، وناينا تساعدهم انه يسوون تجاربهم، وكذلك تدرسهم باماكن مختلفة من المدرسة، او كانت تحاول انه تساعدهم بكل شيء يحتاجوه، ولما الاستاذ وادي يشوف هذا التغيير بالطلاب هو ينزعج كلش، لان هذا الصف هو منافس له، ويقول انه هذا الشيء مو لازم يستمر، او بعدها نشوف واحد من طلاب ناينا وهو يسلم على طالبة عند الاستاذ وادي، وهو كان معجب بيها، ويسألها اذا تروح للبيت او لا، لكن هي تقول له انه انا جاي اشتغل على مشروع علمي، اذا حاب تشوفه تعال، فيروح هو باقي طلاب الصف وياها، فطلاب صف وادي ينزعجون من تصرف زميلتهم، او كذلك هي شرحت لهم المشروع، لكن زملائها قالوا لها انه انت جاي تتعبين نفسك فقط، وانهم ما يعرفون شيء من اللي جاي تشرحيه لهم، لكن يتفاجئون بانه طلاب ناينا يصححوا لهم اخطاء، وهاي الاخطاء كانت موجوده بالمشروع، ولما يجي الاستاذ وادي ينزعج من وجودهم، لكن الطالب المعجب كان يحاول انه يساعد الطالبه، ويقول لها انه هاي الماده عمي يصنعها وهي صمغ فعال اذا ردتي تستخدميه، لكن وادي يطرد طلاب ناينا كلهم، وهو ياخذ الماده اللاصقه من الطالب ويطلعها خارج المختبر، وبعدها تصير معركه بين واحد من طلابها ويا طالب من طلاب وادي، فطالبها يقول لها انه انت مثل باقي الاساتذه وانه ويا الغني على الفقير، فهي تنزعج كلش من طريقه كلامه وتروح لغرفه المدرسين، فيجي يمها وادي ويقول لها انه اني حذرتك من ذول الطلاب وقلت لك ما من عندهم فايده، لكن هي تقول له اني ما اسمح لك تحكي بهاي الطريقه على طلابي، وهنا نشوف وادي وهو جامع كل الاساتذه حتى يقدم لهم المشروع اللي صنعوه طلابه، وهو كان كلش حلو، لكن فجاه يصير انفجار بالمشروع وكل شيء يخرب، وهنا وادي يكتشف انه الطالب المعجب اللي يكون اسمه تيري هو اللي خلى هاي الماده وهي اللي تسببت بالانفجار، فهو ياخذها ويروح للصف مالت ناينا ويقول لها انه تيري هو اللي تسبب بفشل المشروع، لكن تيري يقوم ويقول للوادي انه انتم تنمرتوا علينا وانه انت تستحق اللي صار بالمشروع وانت السبب، فهو قال له انت راح تنفصل فصل نهائي من المدرسه، او بعدها سالوا الطلاب اذا احد من عندكم كان له ايد بالموضوع، فكل الطلاب يقومون ويا تيري وما قبلوا يتركوه يتعاقب لوحده، فالمدير يجمع الطلاب خارج المكتب ويبقى يتناقش ويا ناينا ويقول لها انه انا راح افصلهم كلهم وانه مستحيل يبقون بالمدرسه وانه هذا المشروع صار لنا شهور نشتغل عليه، لكن هي طلبت منه انه يحضرون بالامتحانات النهائيه فقط وانه هم ما راح يشوفوهم ابدا اذا رسبوا، فهو يوافق ويقول لها انا ما اريد اشوفهم الوقت الامتحان، او باقي
الطلاب ينزعجون من تصرف تيري رغم انه وقفوا الى جانبه او كانوا يلوموه على هذا الفعل. فبالليل نشوف الطلاب وهم متجمعين ويتفقون انه يروحون يعتذرون من ناينا وانه يتحدون سوا رغم كل الظروف، وقرروا انه يتفوقون بدراستهم هاي المره. او باليوم الثاني هم راحوا الناينا واعتذروا منها، او ابوها لما شاف هذا الموقف اول مره يفرح بانجاز بنته وحس بالفخر اتجاهها. او بعدها نشوف الطلاب وهم يتجمعون ويدرسون كل يوم وبكل مكان، حتى كانوا يتجمعون ببيت ناينا. او بعدها باسابيع تقرب وقت الامتحان، فهنا يجي الحارس على تيري وصديقه هم يدرسون يم المحل ويقول له انه هاي الاسئله مالت امتحان باكر واذا تريد تشتريها لازم انت تدفع لي. او فعلا تيري اشتراها، او راح باقي الطلاب اللي كانوا مجتمعين حتى يدرسون. او هو قال لهم على الاسئله لكن هم رفضوا وقالوا له انه احنا ما راح نخون الاستاذه ناينا مره ثانيه، فما اهتموا للاسئله وتركوه وراحوا. الا تيري وصديقه ما درسوا واعتمدوا على الغش. وبثاني يوم بالامتحان ينصدم تيري وصديقه انه الاسئله تختلف عن اللي اخذها من الحارس. او بعدها باقي الطلاب يروحون الناينا ويفرحوها باجابتهم. او بعد فتره تطلع النتيجه فينجحون كل الطلاب او حتى تيري وصديقه. او اكو بيناتهم طلاب اوائل احتفلوا بنجاحهم. او بعدها المدير يجتمع بناينا ووادي. او وادي يقول لها انه طلابش نجحوا بالغش وانه الحارس سرب لهم الاسئله، لكن هي رفضت هذا الكلام وتقول له انه طلابي شاطرين واجتهدوا ونجحوا. فهي لما تروح لطلابها وتستفسر الطلاب يقولوا لها انه احنا حتى ما بوعنا بورقه الاسئله اللي جابها الحارس، فهي صدقتهم. وهنا نشوف الطالب اللي تعارك ويا تيري وهو يقول الوادي انه انا اللي دزيت الحارس حتى ينطيهم الاسئله ويرسبون. فالمدير قرر انه يسوي اجتماع حتى يفضح طلاب ناينا ويقول انهم نجحوا بالغش، لكن وادي يستوقفه ويقول الحقيقه مو هيك، ويقول انه انا اللي دزيت الحارس واني يعتذر من ناينا. وكذلك قرر انه يكرمهم ابو وسام التفوق. فبعدها هو قرر انه يقدم استقالته، لكن هي ما قبلت وقالت له انه احنا لازم نتعاون على مود نطلع جيل جبار. او كذلك قالت له انه طلابي صار لهم فتره يشتغلون على المشروع اللي خربوه ونريدك انت تكون المسؤول عليه. فهو وافق. او بعدها صارت المسابقه او مشروعهم فاز وهم اخذوا الجائزه، والطلاب كلهم صاروا يحبون بعض او يلعبون سوا وتغيروا 180 درجه. او بعد مرور 25 سنه من هاي الاحداث كلها نشوف ناينا وهي مديره المدرسه، وباخر يوم الها قبل لا تطلع تقاعد تشوف كل الطلاب اللي درستهم وهم كبار شخصيات ومحققين احلامهم، او كانت فرحانه بيهم. وهي هنا ايقنت انه هي حققت كل اللي حلمت بيه وانه هي سعيده لانه ما يأست بيوم من الايام رغم الظروف والمرض اللي عانت واللي مرت بيهن. ولهنا تكون نهايه الفيلم. سويت لكم قناة خاصة بالأفلام والمسلسلات الهندية، راح نبدأ ننشر بيها جميع الأفلام الهندية اللي أنتم تطلبوها. رابط القناة راح يكون بأول تعليق مثبت وراح يكون بداخل الوصف، أو تقدرون تبحثون عنها من خلال كتابة باليوتيوب مستر هندي. لا تنسون الاشتراك أو تفعيل الجرس.